حصل ان رئيس امريكا يدخل بنك عادي زي بقيه الناس ويقعد ويستنى دوره بهدوء. بعد كده لما جه دوره بيدي للموظفه ظرف وتقراه بكل هدوء، طلع فلوس كتيره وتحطها جوه الظرف وترجعه لسياده الرئيس اللي بياخد الظرف ويسلم على الناس ويخرج. ده جزء من الاساليب الذكيه اللي استخدمها سكوت سكورلو اللي لقبوه بلص هوليوود. سكوت كان طالب كيميائي وهو صغير، استخدم ذكائه عشان يصمم تنكرات مستوحاه من افلام زي بوينت بريك عشان يغير ملامحه تماما. كان بيدخل بنوك مسلح بمسدس، بيدخل يدي الظرف ياخد الفلوس ويمشي. سرق 19 بنك سياتل، جمع 2 مليون و300 الف دولار، وبيعيش حياه مزدوجه، جذاب وهادي الصبح ومجرم محترف بالليل. اخر سرقه سنه 1996 لحقته الشرطه، هرب واختبأ في مقطوره وفي الاخر انتحر. هنا بقى ندخل للتحليل النفسي. السؤال: ازاي واحد ذكي زي ده اتحول لمجرم نفسيا؟ ده بيعكس ادمان على الادرينالين والاثاره، مستوحى من الثقافه السينمائيه اللي خلته يعيش وهم البطل، بيسرق البنوك عشان يعيش حر، ربما بسبب صدمات او ملل الحياه العاديه. زي مثلا في مصر اللي حصل، طفل الإسماعيلية تأثر بمسلسل ديكستر وقام بجريمة بشعة مشابهة للي البطل بيعمله. ده بيظهر إزاي الإعلام يقدر يشكل سلوكياتنا السلبية. في الآخر انتحار سكوت بدل استسلام ده بيبين قد إيه رفضه للفشل. بس